التلفزيون المصري إلى هناك علاء رشوان. علاء، انقل لنا الصورة الآن حول الاستعدادات لقمة ال20 والموضوعات المختلفة المطروحة على جدول أعمالها. نعم، الاستعدادات تقريبا انتهت بالكامل استعدادا لانطلاق فعاليات هذه الدورة الهامة من دورات انعقاد مجموعة دول ال20 على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة رسمية من الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا. الدعوة التي وجهت للسيد الرئيس تعكس الكثير من الإشارات الإيجابية التي تعكس أهمية موقع مصر ومكانة مصر إقليميا ودوليا على الساحتين السياسية والاقتصادية، وهي المشاركة الرابعة رسميا من قبل سيادة الرئيس عقب 3 مشاركات خلال ال5 أو ال7 سنوات الماضية منذ مشاركة سيادته الأولى في قمة الصين ومن ثم قمة اليابان وأخيرا قمة الهند، لتأتي هذه المشاركة لتحمل الكثير من هذه الإشارات التي تحدثنا عليها سواء فيما يتعلق بمكان ومكانة مصر إقليميا ودوليا اقتصاديا وسياسيا. أجندة هذه القمة متخمة بالمواضيع، وربما العنوان الأبرز الذي اختارته الرئاسة البرازيلية لهذه الدورة نحو عالم عادل وكوكب مستدام. من تحت هذا العنوان الأبرز يندرج عديد الملفات والقضايا والموضوعات الهامة، بداية من مكافحة الفقر والجوع، الحوكمة العالمية، وتسريع عمليات التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وأيضا بيئيا، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الملفات المرتبطة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. نتحدث عن القضايا المتعلقة بتفجر بؤر الصراع خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سوف ينعكس جليا في كلمات السيد الرئيس المنتظرة أمام جلسات هذه القمة سواء المفتوحة أو المغلقة. هذه الكلمات الهامة تتناول عدد كبير من الملفات، بداية بإيضاح وجهة نظر الدولة المصرية حيال الكثير من التطورات الإقليمية، وفي المقدمة منها تطورات القضية الفلسطينية وأيضا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الدولة اللبنانية، بالإضافة أيضا إلى استعراض الجهود المصرية خلال ال10 سنوات الماضية لتسريع وتيرة عمليات التنمية المستدامة، وأيضا إيصال صوت الدول النامية ودول الجنوب إلى كل أنحاء العالم، وهو ما يحمله السيد الرئيس دائما خلال مشاركة سيادته في عديد القمم الاقتصادية أو السياسية الإقليمية والدولية. على هامش هذه الاجتماعات سوف يلتقي السيد الرئيس بعدد من القادة والرؤساء المشاركين في هذه الاجتماعات، لقاءات تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين هذه الدول على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي التجاري الاستثماري، بالإضافة أيضا إلى تعزيز أطر التنسيق والتشاور حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تحدثنا عن أبرز هذه القضايا سواء فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الدولة اللبنانية. هناك ترحيب بالضيوف الذين تم دعوتهم في مقدمتهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا دولة الإمارات، بالإضافة إلى دول أنغولا، نيجيريا، سنغافورة، بالإضافة أيضا إلى العديد من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز الحوار الجنوبي مع الدول العالمية أو الدول الكبرى، مجموعة دول ال20 نحو صياغة خريطة مستقبل جديدة في ضوء التحديات الراهنة، سواء التحديات الجيوسياسية أو التحديات الاقتصادية أو حتى التحديات المناخية والبيئية. قمة هامة من المنتظر أن تسفر عن العديد من النتائج، خاصة وأن البرازيل أعلنت عن تأسيس تحالف دولي لمكافحة الفقر والجوع. سوف يعلن عن تأسيس هذا التحالف خلال الجلسة الافتتاحية التي تنطلق صباح الغد، بالإضافة أيضا إلى صياغة عدد من المقررات التي تهدف إلى صياغة هذا عالم يسوده تنمية مستدامة ومد جسور من التعاون بين دول الجنوب والدول النامية بشكل عام والدول المتقدمة، خاصة إذا ما علمنا أن الدول مجموعة ال20 تستحوذ على أكثر من 80% من حركة الاقتصاد العالمي، بالإضافة أيضا إلى العديد من الملفات التي سوف تكون حاضرة على طاولة هذه المباحثات وهذه الاجتماعات التي يحضرها أكثر من هذا ما يبرز أهميتها كمنصة لصياغة السياسات الاقتصادية العالمية. من ريو دي جانيرو، موفد التلفزيون المصري إلى هناك علاء رشوان، كنت معنا مباشرة. شكرا جزيلا لك.